شريهان وإسعاد يونس بيحبوا نفس الرجل. مساء الخير. في حكايات أول ما نسمعها نقول دي حكاية فيلم، في الحقيقة واقع ساعات بيكتب قصص أعجب من الخيال. وحكايتنا النهاردة مش قصة عادية ومش للتعميم عن حب ما كانش عادي بين اتنين ستات مشهورين جدا، شريهان وإسعاد يونس. لكن مين الراجل؟ علاء الخواجة، رجل أعمال أردني من أصول فلسطينية، دخل عالم البيزنس من أوسع أبوابه، ساب بصمته في مصر من الثمانينات. دي قصة فيها وجع وغيرة، وكمان فيها تسامح وصداقة، حب غريب بس حقيقي. واحدة كانت زوجة والثانية كانت صديقة، في لحظة واحدة ضراير وبينهم خلافات ومشاكل لا حصر لها. بداية الحكاية إسعاد وعلاء. إسعاد يونس الصحفية الذكية، الكاتبة الجريئة، والممثلة اللي الكل بيحب خفة دمها، قابلت علاء الخواجة في بداية مشوارها الفني، وكانت وقتها منفصلة عن الفنان نبيل الهجرسي ومخلفة منه بنتها الكبيرة نورهان. حبوا بعض واتجوزوا وابتدوا حياة هادية فيها تفاهم ونجاحات. سنين عدت والدنيا مشيت لحد ما دخلت شريهان وظهرت في الصورة. يا مستر انت جيت محمد علي ستريت. شريهان النجمة الاستعراضية كانت وقتها في عز شهرتها ونجوميتها، وكانت في الوقت ده عندها أزمات كبيرة وطالعة من حادثة كبيرة، وكان علاء الخواجة جنبها وبيساندها في أزمتها. وفي لحظة غريبة الإعجاب اتحول لحب كبير، والحب اترجم لجواز، والمفاجأة إن الجواز ده حصل وعلاء لسه متجوز إسعاد يونس. الناس ما كانتش مصدقة ولا فاهمة إزاي ده حصل، وإزاي إسعاد يونس سكتت، وإزاي العلاقة دي كملت، وإزاي وافقت على استمرارها وسلمت بالأمر الواقع. الحقيقة إن إسعاد ما كانتش ساكتة في وقتها، وحصلت شبه حرب، وكانت هناك اتهامات كبيرة طالت شريهان، وكان بينهم خناقات وتصريحات وتراشق بالكلام. وبالرغم الحرب الكبيرة فضلت شريهان وعلاء الخواجة متمسكين بالعلاقة ورفضوا الانفصال، وسلمت إسعاد يونس بالوضع. والكل كان مستغرب ده لغاية ما جاوبت إسعاد يونس على السؤال اللي حير كل الناس سنين طويلة: القلب يهدى والعقل يشتغل مع الوقت ومع كل الألم. إسعاد بدأت تسأل نفسها: هو أنا مثالية كده؟ هو أنا أجمل ست؟ والإجابة كانت لأ، بس الراجل ده مهم في حياتي وواقف جنبي كتير. طيب وولادي هيتحملوا الانفصال؟ انا ولا ولادي؟ لو انا هيبقى في مشاكل. لو ولادي يبقى انا كست لو ضراعي هقطع. وكمان كانت شريهان خلفت بنتها لولوى. وكمان قالت إسعاد إن اللي يتحمل الحرب الكبيرة اللي كانت عليهم دي لازم يكون في مشاعر حقيقية كونت بينهم، وأنا لازم أحترم ده. وهنا قررت تسكت، تتسامح، مش علشان ست ضعيفة لكن علشان ست قوية وبتفكر بعقل مش بقلب مجروح. وفكرت في مصلحة الولاد، سواء ولادها أو بنت شريهان. هي ام ولادي وانا ام ولادها، وانا بحبها جدا حقيقي. وفي نفس الوقت هي كمان بتحب الراجل ده وعايزة تكمل معاه حياتها. سنة 2001 شريهان أصيبت بمرض السرطان، والصدمة كانت كبيرة والخوف أكبر، بس المفاجأة أول واحدة وقفت جنبها كانت إسعاد يونس. بكت علشانها، دعت ربنا يشفيها وساندتها بكل قوتها. وهنا اتحول العداء والصراع لصداقة نادرة بينهم. وشريهان قالت في لقاء نادر: شكرا يا إسعاد، شكرا إنك ظهري وسندي، وشكرا إنك رجعتيني الحياة. بقوا عيلة غريبة بالنسبة لينا لكنها عيلة متفاهمة ومتقبلين الوضع، والاتنين لقوا طريقة يعيشوا مع بعض فيها، مش كضراير لكن كأصدقاء وأمهات لأولاد بيشاركوهم الدم وبيحبوا نفس الراجل. هي ام ولادي وانا ام ولادها، وانا بحبها جدا حقيقي. أما علاء الخواجة
فكان موجود في الخلفية ساكت داعم، بس حضوره طاغي. مع إسعاد يونس في شغلها عملوا كيان إنتاجي ضخم جدا، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وكان مع شريهان في مرضها ومع أولاده دايما. الناس من بره كانوا بيقولوا هل ده ذكاء رجالة ولا عظمة ستات؟ بس الحقيقة بالتأكيد أعمق من كده بكتير. في عالم بيحسب كل حاجة بورقة وقلم، وفي زمن بيحكم على الحب والعلاقات بقواعد جامدة، في ناس قررت تحب على طريقتها، ناس غلبت الإنسانية على الغيرة، وغلبت التسامح على الكسر والألم، وغلبت القلب على الأنا. قصة إسعاد يونس والشريهان وعلاء الخواجة مش قصة عادية، دي حكاية حب بس بشكل مختلف. شاركونا في التعليقات عن رأيكم في حكايتهم، واستنوني في حكاية حب جديدة.